تعال أقول لك عملت إيه في تاني يوم ليا في ألمانيا. صحيت تاني يوم الساعة 9 الصبح وما كانش معايا حد في الأوضة. انبسطت جدا من شكل الفيو بتاع الفندق عشان كان على شارع جانبي وكان هادي جدا. درجة الحرارة بره كانت 6 بس كانت جوه الأوضة كويسة جدا بسبب الدفايات. لبست ونزلت بسرعة عشان كنت متحمس وعايز أشوف البيوت والشوارع والناس في ألمانيا. قبل ما أسافر كنت مختار محل هشتري منه لبس شتوي عشان كان عندي إحساس إن اللبس بتاعي مش هيدفيني في برد ألمانيا. وبالصدفة المحل ده كان له فرع قريب جدا من الأوتيل. فأول حاجة عملتها لما نزلت اتحركت على المحل عشان أشتري منه اللبس اللي أنا عايزه. شكل البيوت كان مبهر جدا كأني كنت ماشي في علبة ألوان، والشوارع كانت فاضية لدرجة إني حسيت إني ماشي في البلد لوحدي. الساعة 10 الصبح وصلت قدام باب المول اللي فيه المحل، بس للأسف لقيته لسه ما فتحش، فقلت آخد جولة في البلد لغاية ما يفتح. اتمشيت شوية في المدينة ورحت شفت كاتدرائية كولن، وانبهرت جدا من حجمها وكمية التفاصيل الموجودة عليها. بعد شوية أخدت بالي إن النهاردة الحد وكل المحلات قافلة في ألمانيا، فللأسف مش هعرف أشتري هدوم النهاردة. ابتديت أتعب من البرد جدا فقلت أرجع الفندق عشان أغير وألبس حاجة أتقل. غيرت هدومي ونزلت تاني، رحت لنهر الراين اللي جنب كاتدرائية كولن، واتفرجت على كمية الأقفال الموجودة على الكوبري اللي كل قفل منهم شايل قصة مختلفة. بعد شوية وأنا بتمشى شميت ريحة مصنع الشوكولاتة اللي قريب جدا من الكوبري والكاتدرائية. بعد فترة حسيت إني جعان جدا لأن كان بقالي تقريبا 16 ساعة ما أكلتش، وبالصدفة وأنا راجع الفندق لقيت مطعم معلق يافطة مكتوب عليها أكل حلال. دخلت وتعرفت على صاحب المطعم اللي عرفت بعد كده إنه راجل تركي. اشتريت من عنده وجبة شاورما وكان طعمها حلو جدا. الدنيا ابتدت تليل والجو بقى ساقع جدا فكان لازم أرجع الفندق بسرعة. وأنا راجع قابلت الراجل اللذيذ ده وقعدت شوية في اللوبي بتاع الفندق قبل ما أطلع أنام. وكده خلصت تاني يوم ليا في ألمانيا. هتلاقيني سايب لك فيديوهات اليوم لحظة بلحظة واللينكات في الديسكريبشن.